ليلة القدر، أقام المركز الثقافي الاجتماعي التونسي بالعاصمة الإيطالية روما يوم الجمعة 5 من إبريل 2024 احتفالية كبرى وأمسية رمضانية شارك فيها أبناء الجاليات العربية المقيمة في روما وعدد من رموز الجالية العربية والمسلمة، والذين كان في استقبالهم السيد القنصل مروان الكبلوطي والسيد محمد الهادي الشحاوي نائبا عن سعادة سفير دولة تونس بإيطاليا مراد بورحلة، والدكتور فوزي المرابط مدير المركز وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية في روما. وعلى هامش الاحتفالية أقيمت ندوة بعنوان أثر الحضارة التونسية العربية في حضارة صقلية الإيطالية ألقاها الأديب الشاعر عبد الرحمن الكبلوطي. وعلى مائدة رمضانية بنكهة تونسية تجمع أبناء الجالية العربية في روما على تلك المائدة في أجواء عربية أسرية. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله ليلة قدر مباركة على الأمة العربية وعلى الجالية العربية، وخاصة على الجالية التونسية والجالية المصرية، والخاصة تحية للجالية الفلسطينية. أمال عياد الملحقة الاجتماعية بالقنصلية التونسية بروما، رحبوا بكم وشكرا على حضوركم الليلة في هذا اللقاء الهام اللي جمع الجالية العربية الجزائرية والتونسية والمصرية والفلسطينية. كانت سهرة رائعة، كانت لمة رمضانية نستنا في الغربة، نستنا في القلق اللي تعيشه خاصة المرأة العربية وسط معناتها مجتمع غريب وبعيد عن عاداتها وتقاليدها. بمناسبة المرأة العربية النهاردة أنا لاحظت ملاحظة وجود المرأة التونسية النهاردة بشكل ملحوظ في إحياء ليلة القدر وفي هذا التجمع العربي الرائع. ماذا يمثل وجود المرأة التونسية دايما في المجتمع؟ المرأة كنصف المجتمع، المرأة كما يقول الشاعر التونسي المرحوم أحمد الصغير ولد أحمد، عفوا المرحوم الصغير ولد أحمد: نساء بلادي نساء ونصف. المرأة التونسية دائما فعلا، المرأة التونسية دائما متميزة، دائما ذات إشعاع كبير. المرأة التونسية هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي في كل محفل موجودة، في كل تظاهرة عربية موجودة. واحنا كنا احتفلنا في دار التونسي بروما شهر مارس بالعيد اليوم العالمي للمرأة، وكان حضور مكثف وقوي للمرأة. المرأة من عهد بورقيبة الله يرحمه، حرية المرأة مكسب كبير عندنا في تونس. عندنا مجلة الأحوال الشخصية. المرأة العربية رائدة دائما، المرأة العربية دائما ناجحة ومتميزة. شكرا لكل نساء بلادي، شكرا للنساء اللي أثرفنا السهرة الليلة واللي تعبوا باش حضروا مأدبة العشاء. كل واحد معناتها من داره جاب عشاء معناتها وحضر، كانت لمة معناتها حلوة وعربية. وهذيك هي المرأة التونسية، ديما فعلا نشاط المجتمع. كسواء طالبة كانت طالبة أو امرأة في ربة بيت أو موظفة أو أينما كانت، هي امرأة مشعة. يا بحرية هيلا 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 هيلا، شدوا الهم قوية، مركب ينده عالحرية يا بحرية هيلا 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 هيلا.
عشان خاطر فلسطين. دار تونسي بروما، دار تونسي مركز الثقافي والاجتماعي اللي ينظم أنشطة اجتماعية وثقافية تهم توانسة الكل في الغربة، خاصة السنة تلمينا في رمضان برشا مرات. السنة اللي هما عملنا احتفال بليلة القدر أشرف عليه السيد قنصل الجمهورية لتونس السيد رمضان القرنوطي، من خلال إشرافه على الاحتفال هذايا حب يبين ماذا يمثل يعني حضور سعادة القنصل اليوم وسط أبناء الجالية التونسية؟ هل هي رسالة لأبناء الجالية حابين تبعثوها من خلال هذا التجمع؟ التجمع هذايا اللي حب يشرف عليه السيد رئيس الجمهورية بروما هو تأكيد ودعم للدور اللي يقوم به القنصلية واليوم الاجتماعي للمشاغل الجالية والقرب من الجالية وحضور المناسبات هذه في توا في رمضان نحن في البلاد الأوروبية. كمان لاحظت حضور كثيف من أبناء الجيل الثاني اللي هم يعني بنعتبرهم الجيل الجديد من الجالية العربية هنا في إيطاليا. ما مدى اهتمام السفارة والقنصلية التونسية بأبناء الجيل الثاني من الجالية التونسية في إيطاليا؟ احنا كقنصلية نهتم بمختلف الشرائح الجالية اللي موجودة لنا، خدماتنا موجودة بالنسبة للكل. كمصلحة اجتماعية زادة نهتم بمختلف الشرائح هذه عندنا موجودين في مراكز الوالي موجودين في كذا فعالية مع الخلافات الزوجية. سب القصة يا علامة سيدنا يوسف نام 11 نجمة يا مريم زيد معاهم من قارين بإذن المولى الجو قدامه خرم يوسف ساجدين. جو قالوا له يا ابونا خليش معانا اخونا، جو قالوا له عملنا خلفة تونسي اليوم وفرحانين برشا باللمة هذه وإن شاء الله رمضان وعدنا مبروك. Sono molto contenta di essere qui oggi, è stata una bellissima opportunità, grazie anche alla nostra professoressa di arabo e vi auguro a tutti una buona serata. جزيلا أنا مشرفة بوجودي هنا. Grazie, sono molto contenta di essere qui e devo ringraziare la mia insegnante di arabo, la professoressa Dunia Abuela Hassan, che mi ha gentilmente invitato per partecipare a questa magnifica iniziativa presso l'Istituto di Cultura Tunisino. Io sono veramente felice. Grazie di averci trasmesso questo senso di vicinanza. عبير، اسمي عبير. عبير انت هنا في ايطاليا بقالك قد ايه؟ عندي 7 أشهر. 7 أشهر. 7 أشهر، يعني ده اول رمضان بتقضيه هنا. طيب شعرت بايه بقى؟ ايه الفرق بين رمضان هنا ورمضان في تونس؟ ثم فرق تونس وحاجة كتير. طيب ايه الحاجه اللي انت بتفتقديها او كنت بتلاقيها في تونس وافتقدتيها هنا في ايطاليا في رمضان في ايطاليا؟ يعني توحشت الوالدة تعاون. طب والتجمع اللي انت شايفاه النهارده؟ حسيت عائلة. نجي مش مرة مش اثنين نجي. تمام، كل سنه وانت طيب.
فاطمه، كم رمضان ليكي هنا في ايطاليا؟ من 2008 ده اول رمضان بعديه. هنا في ايطاليا. طيب شفتي يعني حسيتي بايه بقى في اول صيام ليك، اول رمضان ليكي في ايطاليا؟ كأنه ما هوش رمضان. يعني طبعا اجواء رمضان في تونس حاجه تانية. طيب احساسك ايه النهارده وانت موجوده مع ابناء الجاليه التونسيه في هذه الفعاليه؟ حاسه نفسي كاني في باب الخضراء، كان يعني رجعتي للاجواء التونسيه تاني. يلا بسم الله